الشعب حضرتك جعان وانت عمال تبني في الصحراء. انت مين يا؟ وما فيش صحة ولا علاج ولا بنية تحتية في البلد، وحضرتك عمال تعمل حفلات. اتكلم يلا عدل يلا. ولا في بنية تحتية في البلد وانت عمال تبني في القصور يمين وشمال. يا عم بالراحة شوية. انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي ايه حكايتك؟ ده يا سيدي اللي حصل في ايران ومع شاه ايران محمد رضا بهلوي، وحصل طبعا في دول تانية ولسه ممكن يحصل. ما هي دعوة شيخ بانها يا معلم. المهم يا سيدي، هو ليه الحكام اجتمعوا في الصحراء؟ وده السؤال اللي هنجاوب عليه في الفيديو ده. ليه الحكام سواء كانوا ملوك او رؤساء او امراء اجتمعوا في الصحراء؟ نخش في الموضوع على طول. يلا بينا يا معلم. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. شوف يا سيدي، محمد رضا بهلوي ده تولى الحكم بعد ما اتشال ابوه من الحكم، لان الدول الكبرى كانوا خايفين منه ان هو يميل شويه على هتلر في الحرب العالميه الثانيه فيمدوا بالنفط، فراحوا شايلينه ونفوه لجنوب افريقيا وجابوا مكانه ابنه محمد رضا بهلوي، وتولى الحكم عادي مكان ابوه. وشاه ايران ده محمد رضا بهلوي اتشال من الحكم مرتين. المره الاولى لما حصل خلاف بينه وبين رئيس الوزراء محمد مصدق، استطاع محمد مصدق او رئيس الوزراء ده ان هو يجبر شاه ايران ان هو يسيب ايران كلها، وبالفعل ساب ايران وراح العراق. لكن بعد فتره طبعا ومساعده امريكا قدر ان هو يرجع تاني ويمسك الحكم من تاني. وشاه ايران يا سيدي كان بيتعامل على اساس ان هو الاله بالنسبه للايرانيين، وكان ملقب نفسه ملك الملوك. رئيس الاتحاد الافريقي وملك ملوك افريقيا التقليديين رئيس معمر القذافي. لا يا سيدي، ده ملك ملوك افريقيا عادي، لكن التاريخ بيتكرر هو لكن الاختلاف الدولة. لكن الطغاة هم متعلمين في مدرسة واحدة وفي فصل واحد ومن كتاب واحد. المهم يا سيدي، شاه ايران محمد رضا بهلوي كانت معاه السلطة المطلقة، يشيل ده ويحط ده ويعمل اللي هو عايزه، وادعى ان هو كان عايز يحول ايران لدولة عصرية، وقال لهم اصبروا عليا شوية وانتوا تشوفوا ايران دولة تانية غير الدولة اللي انتوا تعرفوها. والايرانيين المساكين كانوا مستنيين الرفاهية والتقدم اللي هيعيشوا فيها، لكن عينك ما تشوف الا النور يا معلم. مفيش حاجه اسمها حريه تعبير، هو احنا بتوع الكلام ده؟ اي حد كان بيتكلم كلمه مش عاجباه كان بيتم اعتقاله، واكبر عدد مساجين في حكمه واكبر كميه اعدامات. ومفيش حاجه اسمها احزاب، هو حزب واحد والكل لازم ينضم ليه. ومفيش حاجه اسمها حجاب في الاماكن العامه. هو كده كان بيعمل دوله عصريه وحديثه. لكن الغريب في الطغاه دول ان هو اول ما يكلمك عن الدوله الحديثه او ان هو بيفكر ان هو يعمل دوله حديثه، اول حاجه يعملها يروح منزل الاغاني ومنع الحجاب. ما تعرفش ايه العلاقه بين الدوله الحديثه وبين الحجاب والاغاني. المهم يا سيدي، شاه ايران محمد رضا بهلوي جاته فكره ان هو يعمل حفله يعزم فيها كل حكام العالم. طبعا الحفله دي الهدف منها ان هو يجمل صوره ايران شويه قدام العالم، وكمان يظهر هو ويتفشخر شويه قدام العالم. وسبب الحفله اللي اعلنوه للناس ان الحفله دي هتعمل بسبب مرور 2500 سنه على تاسيس الدوله الفارسيه على يد كيروش الكبير. هو احنا هنغلب في الاسباب؟ احنا بتوع الاسباب يا معلم. واختار المكان اللي هتعمل فيه الحفله في الصحراء وفي خيم، هو ده الجديد. طبعا الصحراء دي لازم تكون خضراء، ما هي عايزينها تبقى خضراء الارض اللي في الصحراء، فراح جايبين 15000 شجره وزرعهم في المكان اللي هتعمل فيه الحفله. لكن قابلتهم مشكله الزواحف والتعابين والحشرات اللي في المكان، ما هو في الصحراء. لكن صدر امر من الشاه ان هو ما يرش المبيدات على مساحه كبيره من المكان. طبعا موت فيه كل الزواحف والتعابين والحشرات اللي في المكان، وراح جايب يا معلم 50000 عصفور من اوروبا وسابهم في المكان. ما هو في شجر يبقى لازم يبقى في عصافير. اي نعم هما ماتوا من شده الحر اللي في المكان، لكن كان لابد منهم عشان الضيوف والناس ما يجيبوا سيرتنا. حطوا البفتيك، لازم البفتيك عشان ما حدش يقول حاجه. اما الاكل يا سيدي ما كانش من ايران، ده كان من اوروبا. لكن هو جاب المطعم اللي هيعمل الاكل كله بحلله بسكاكينه بكل حاجه عشان يعمل الاكل للضيوف اللي هيكونوا في الحفله. وعمل مطار مخصوص للضيوف على بعد 50 كيلو من مكان الحفله، وجاب 250 عربيه ليموزين عشان ينقلوا الضيوف من المطار لمكان الحفله. طبعا ده غير الحراسه، وقفل المدارس والجامعات. ومش بس كده، ده كمان قفل الحدود لغايه ما تخلص الحفله. والحفله دي يا سيدي حضرها 65 من ملوك ورؤساء وامراء العالم، زي اثيوبيا وزي تركيا وافغانستان وقطر وسلطنه عمان والكويت والاردن. لكن اختلفت التقديرات عن تكلفة او مصاريف الحفلة دي، لكن مش ده المهم. المهم ان هو كان فيه اسراف وكان فيه بذخ، بغض النظر عن هو كان كام. واكيد الرقم كان كبير لان كان فيه بذخ واسراف في عهد الشاه، سواء كان منه او من رجال الاعمال. يعني يا سيدي مثلا لما يكون فرح سوريا اللي هي الزوجة الثانية للشاه محمد رضا بهلوي، وزن الفستان كان 20 كيلو جرام وكان مرصع بالزمرد والماس، يبقى اكيد فيه اسراف. والشاه نفسه يا سيدي كان قاعد على كرسي، الكرسي ده اسمه عرش الطاووس، الكرسي ده كان مرصع ب 27000 جوهرة، يبقى اكيد فيه اسراف. لكن الاسراف والبذخ اللي كان فيه الشاه
وإن الشعب الإيراني اللي المفروض كان عنده نفط كان بيعاني، وإن 50% من الشعب كان تحت خط الفقر. ده كان سبب من أسباب قيام الثورة عليه وسقوط حكم الشاه. ولما قامت الثورة الإيرانية يا معلم، رحل الشاه عن إيران وجاء مصر، واستقبله السادات استقبال الملوك والرؤساء. وبعدها راح سافر المغرب وتلطم شوية، سافر بعدها المكسيك، سافر الولايات المتحدة. لكن السادات بعدها بعت طيارة ليه لما وصل بنما، وبعد كده جه مصر وعاش في مصر لغاية ما مات. وبكده يا سيدي كنا خلصنا فيديو النهاردة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.